الله اكبر. ملاكم كتب عنه التاريخ ان هو لن يتكرر، عمل لنفسه اسلوب على الحلقة حتى الان يدرس ومش عارفين هو اتعمل ازاي. 36 انتصار، منهم 31 بالضربة القاضية. البرنس نسيم حميد صاحب احلى دخلات حصلت في الملاكمة، احسن من اللي بتحصل في المصارعة واحسن من اللي بتحصل كمان في اليو اف سي. صديقي النجم، انا جاي اقول لك بس ما تنساش الاول تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الفيديو، واعملها شير لكل اصحابك عشان خاطر يعرفوا البطل المسلم العربي من اصل نسيم حميد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توكلنا على الله. سنة 1974 يتولد البطل نسيم حميد في بريطانيا من أصول يمنية. نسيم حميد بدأ الملاكمة وهو عنده 7 سنين. نسيم كان جسمه ضئيل وضعيف، والده الشيخ سالم حميد كان عايز يحسسه ان هو قوي ويطلع القوة اللي جواه دايما، عشان كده حرص ان هو يوديه الملاكمة وحرص كمان ان هو يتمرن باستمرار. نسيم عشق الملاكمة اكتر من اي حاجة تانية لحد ما تيجي الفرصة الذهبية ليه وهو عنده 17 سنة. سنة 1992 يلاعب واحد اسمه ريكي بيرد انجليزي الجنسية ويكسبه بالضربة القاضية في الجولة الثانية. احب اوضح لحضرتك حاجة يمكن تكون حضرتك مش واخد بالك منها، ان عالم الملاكمة ده عالم مراهنات. لو انت ما تعرفش يعني، طالما بتراهن على ملاكم بيفوز انت بتفوز معاه، بيخسر انت بتخسر معاه. ونسيم حميد اللي من اصل عربي كان بيلعب فين؟ كان بيلعب في انجلترا، اصل العنصرية كلها. ازاي يا جدعان اراهن على ملاكم من اصول عربية وكمان مسلم؟ لا لا لا، ده مش هيحصل، مش هيحصل خالص. هتقولنا بقى واحد لعيب كده يكون صنديد شويه بقى عشان خاطر يكسبه. وعشان كده بعد اعلان فوزه في المباراه اللي فاتت بالضربه القاضيه قرروا ان هم يعملوا له ماتش تاني بعديها ب10 ايام بس. 10 ايام دي على فكره خلوا بالكم حاجه صعبه جدا خاصه في مجال المحترفين. والنزال التاني يتعمل ويلاعب واحد اسمه شو نورمان ونسيم حميد يكسبه بالضربه القاضيه في الجوله الثانيه كمان. يلا بقى خش كده بقى، حصل صاحبك الانجليزي مباريتين ما يعديش عليهم 10 ايام ويكسب الاثنين بالضربه القاضيه في الجوله الثانيه والاثنين يكونوا انجليز. خلت انجلترا كلها تتجنن. يا جدعان مين اللي جالنا في البخت ده؟ قالوا لك لا بقى كفايه كده منزلين انجليز لحد كده، احنا لازم نكسر عينه باي حد بقى مش مشكله. راحوا جابوا له واحد من ويلز، اصل مصيبه لو جبنا واحد انجليزي تاني وكسبه هيبقى الانجليز ايه؟ شرب الطرقعه. فنجيب واحد كده في النص يفصل يعني ويكسب نسيم حميد في الجوله الثانيه بالضربه القاضيه. المراهنين غيروا وجهه نظرهم بسرعه، عرفوا ان هم بيراهنوا على حاجه خسرانه فلازم يراهنوا على حاجه كسبانه. قالوا ايه المشكله ان هو عربي ومسلم؟ عادي يعني مفيش مشاكل. يا جدعان الشتيمه بتلزق، المهم ان انا ما اخسرش فلوسي، العب على الكسبان العنصريه. شفت بقى يا صديقي اللي فكر بالتفكير ده كسب من نسيم حميد كام بس؟ ونسيم عمل لنفسه اسم محترم كبير ودخل قلوب الانجليز بسرعه زي ابو صلاح كده وخلوه واحد منهم رسمي. نسيم حميد اختلفوا عليه كل الناس اللي بتلعب ملاكمه. هقول لك ليه. لو اتفرجت على افضل ملاكم موجود في العالم اللي هو محمد علي كلاي هتلاقيه ان هو ملتزم بتصميم الملاكمه بتاع وقفه الاستعداد. وقفه الاستعداد دي بيكون ليها طريقه معينه. انا كواحد كنت بلعب ملاكمه زمان فضلت اتعلم وقفه الاستعداد دي مثلا شهرين، غير بقى التدريبات القاسيه عشان خاطر تعرف تقف وقفه الاستعداد. بس لسه بقى ما اتعلمتش بقى المستقيمات ولا الابر كات ولا الهوك ولا اي حاجه من الحاجات اللي زي كده خالص، وقفه استعداد بس. هوضح لك اكتر. لو انت بني ادم بتلعب بايدك اليمين فرجلك الشمال بتبقى قدام ورجلك اليمين بتسند ظهرك من الضربات لما بتجيلك، ولما تيجي تضرب بايدك اليمين اللي هي موجوده ورا هتاخد عزم كبير جدا عشان خاطر تبدا تطلع الضربه مظبوط، غير اللي هي الشمال اللي انت بتبقى ضعيفه شويه فبتطلع عاديه، لكن اليمين لما بتيجي بتطلع بالمنظر ده كده، فبتاخد مساحه اطول وبتاخد عزم اكبر وبتاخد قوه احسن. ولو انت اشول وبتلعب بايدك الشمال بيتغير التكنيك بنفس الوضع كده بالظبط. رجلك اليمين بتبقى قدام ورجلك الشمال بتبقى ورا وايدك الشمال بتبقى ورا عشان خاطر تاخد العزم
الاقوى. مع نسيم حميد احنا عارفين ان هو بيلعب شمال، بس الوضع اختلف معاه تماما، لانه كان بيطلع رجله اليمين قدام ورجله الشمال قدام، وايده اليمين كانت قوتها زي ايده الشمال، وده من النادر جدا اللي انت تلاقيه في عالم الملاكمه اصلا. انت لما بتيجي بتدرس الخصم بتعرف يمينه من شماله قوتهم قد ايه، لكن نسيم كانت قوه ايديه الاثنين تقريبا كانت زي بعض، وكان بيكسب باليمين وكان بيكسب بالشمال. عشان كده الناس كانت دايما بتستمتع بالالعاب اللي هو كان بيعملها على الحلقه، وكمان بتستمتع بالدخلات الغريبة اللي كان بيعملها، اللي هي كانت بتبقى مسرحية بطريقة مش معقولة، غير كمان الرقص اللي كان بيعمله جوه الحلقة، واستفزازه الكبير للخصوم، وحركاته الاستعراضية السريعة اللي كانت بتخلي دايما الماتش هايل ومثير. لكن يا صديقي ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. سنة 2001 نسيم حميد يتلقى أول هزيمة في تاريخه من الملاكم ماركو أنطونيو باريرا المكسيكي، ويخسر لقب وزن الريشة لأول مرة في تاريخه. ويجي سنة 2002 يعلن اعتزاله عن الملاكمة نهائيا. وعلى الرغم ان هو كان لسه سنه صغير 28 سنة، لحد دلوقتي محدش يعرف نسيم حميد اعتزل الملاكمة ليه. لكن في ناس كتيرة قالت ان نسيم اكتفى ان هو عمل ثروة ضخمة كبيرة جدا وهو في سن صغير، وقرر ان هو يعتزل بسلام بانتصاراته الجميلة اللي كانت موجودة. ناس تانية قالت ان هو عانى من آلام شديدة جدا في جسمه بسبب الملاكمة، خاصة الجمجمة والأسنان. في اي حالة من الحالات اللي بيتكلموا عليها الناس فقدنا بطل كبير، البطل الكبير اللي اصبح اسطورة كبيرة لو عملت عليها سيرش في اي وقت هتلاقيها عملت انجازات ملهاش حل، وخلى الناس حتى هذه اللحظة تستمتع بالمباريات بتاعته. نسيم حميد للأسف دخل السجن فترة 5 سنين بسبب ان هو عمل تصادم بالعربية بتاعته مع عربية تانية، ومن بعدها فقد جزء كبير جدا من شهرته، لكن هيفضل في قلوبنا كعرب. بشكركم جدا لحسن المتابعة. كان معكم أخوكم أحمد هارون. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، نتقابل في فيديو جديد. سلام.